السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأوفياء. عاجل ولدنا قبل قليل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف يعلن عن أعظم مفاجأة لجماهير منتخب الجزائر بخصوص الخضر. لنتابع التفاصيل واضغطوا لايك. يستهدف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذلك مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش عددا من الأسماء الشابة المحترفة في أوروبا في إطار عملية تجديد الصفوف. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين في هذا الإطار على معلومات حصرية من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تفيد بأن تطورات حدثت خلال الأيام الأخيرة تخص مستقبل بعض اللاعبين الشباب المحترفين في أوروبا، حيث تفيد المعلومات أن رئيس الفاف وليد ساطي وفلاديمير بيتكوفيتش يسعيان لجلب إبراهيم مازا لاعب هيرتا برلين الألماني وكذلك المدافع إلياس قارة لاعب رديف بروسيا دورتموند. ما زالت الفاف في اتصالات مكثفة مع اللاعب ريان شرقي ومغناس أكليوش لإقناعهم بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب. وفي الأخير شاركونا آراءكم وتعليقكم بخصوص اللاعبين الجدد.